أعزائي المشاهدين، تحدثنا عن آسيا بنت مزاحم وعن ما مرت به مع زوجها فرعون. ننتقل إلى زوجة نبي، وقبل أن أنتقل، امرأة أصاب زوجها مرض السرطان فتخلت عنه في الأيام الأولى. امرأة أخرى أصيب زوجها في الشلل فتخلت عنه مباشرة وهجرته وتركته. بينما الآن نتحدث عن شخصية عظيمة صبرت على ابتلاء زوجها، الابتلاء الذي ابتلاه الله فيه، وأي ابتلاء وأي رجل، ألا وهو النبي أيوب، الذي الآن في زماننا هذا وفي كل زمان يضرب المثل بصبر أيوب. إنها رحمة أو ليا بنت إفرايم كما يقال لها. شيخنا أهلا وسهلا بك مرة أخرى. من هي زوجة النبي أيوب؟ واختلفوا العلماء على تسميتها أو على اسمها، فمنهم من قال أنها اسمها رحمة، ومنهم من قال اسمها ليا بنت إفرايم، وهي طبعا على ما أعتقد من الإسرائيليات. نعم. الله يحييك ويحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات ويرضى عنكم جميعا ولا يحرمكم الأجر والثواب. طبعا معروف جزاهم الله خير، الدولة وفقها الله في المملكة العربية السعودية فتحت المجالات للنساء. نفرح بكل ما يقوله ولي الأمر بموافقة رضا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا رجالا ونساء أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من ولي أمره شيئا فلا ينزعن يدا من طاعة. عليك السمع والطاعة، وعليك ألا تخالف ولا تزعله. وهذه القصة موافقة لما نحن فيه. زوجة أيوب عليه السلام أخذت موظفة تشتغل 18 سنة حتى تطعمه. أحد الأخوات في بعض الاتصالات الهاتفية على مباشرة قالت: أعطيت زوجي 1.5 مليون ولا أريد منه جزاء ولا شكورا. وبعضنا: أنا كد عليك، أنا أكرف عليك، بينكم أولاد، بينكم كذا، بينكم كذا. انتبهي، لا كد عليك ما كد عليك، ليكن شعارك قول الله عز وجل: لا نريد منكم جزاء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا انتظر، ما شكرني، ما فعل، ما عمل. 2 اشتركوا في بيت، وبيت طويل عريض، ثم حصل طلاق، لا انباع البيت، لا استفادوا منه، لا عاشوا، تنثر الأولاد. عليها السلام زوجة نبي الله أيوب 18 سنة تخدم في بيوت الناس. يبتلى عليه الصلاة والسلام، قيل ما فيه جزء ولا قطرة دم إلا وأصيب، كما تفضلتم بمثال السرطان، قيل الطاعون، قيل غيره، ما يهم هذا، يهم أنه جاءه مرض عليه السلام لحمه ضعف حتى قيل أنه يخرج منه رائحة شديدة. عليه الصلاة والسلام هو لا يستطيع أن يجلس، جلوسنا هذا ما يستطيع، فتأخذ الشريفة العفيفة العظيمة التي ذكر الله اسمها ذكرها في كتابه إلى يوم القيامة، وإذ بها عليه السلام تأتي بالرماد، لأنه ما يستطيع يجلس، يسقط يا يمين يا يسار، يعني جسمه ضعيف جدا، وحتى لو جلس بيتألم لأن ما في لحم. ففي المقعدة عليه الصلاة والسلام فجاءت بالرماد، الحطب لما ينتهي يطلع فحم، وبعد ما يطلع فحم يطلع رماد، فتأتي بالرماد تحت زوجها وتكثر الرماد حتى إذا جلس زوجها لان. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا المتبقي ولا هذا زيادة؟ لا متبقي. طيب. ثم جلست رضي الله عنها وأرضاها، أجلسته عليه السلام على الرماد. أمنكم امرأة تفعل هذا بزوجها؟ أمنكم امرأة تفعل بما قلنا في النصف الأول، أخذت تكرم زوجها حتى بعدما أحيق؟ والله أن بعضهم تقول أن زوجي لا يوجد شيء في الفراش 10 سنوات ما زلت بكرا صابرة عليه. طبعا بعض النساء لا حق أن تطلب الطلاق، لكن أقول انظر
كيف أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا بعضهم قمة، بعضهم من أسباب دخولها الجنة صبر واحتساب، إلا عاد بيلجئها للحرام أو آثام أو السرقة أو كذا، هذا شيء آخر. ما زالت عليه السلام تخدم حتى جاء الشيطان عليها من الله ما يستحق، ورأى هذا الخلق العظيم، كان لها جديرتين. يأتي عليه الصلاة والسلام يقوم أيوب فتفعل هكذا،